صباحكم ورد وفل وياسمين، يا صباح الهنا والنعيم على الحلوين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصوا بقى. نزلت، كنت صراحة قاعدة دماغي بقى عمالة تور تور تور، اعمل الاكل ايه النهاردة، نعمل فطار ايه النهاردة. المهم ما اكدبش عليكم، فتحت التلاجة ما لقيتش عندي طماطم خالص غير 4 طماطمات ميتين كده ميتين. فقلت لا، ما بديهاش بقى، انا ما جبتش رمضان. انا ما جبتش رمضان، لا حول ولا قوه الا بالله. معلش حقكم عليا، انا بهنج، انا عارفه. انا ما جبتش طماطم من قبل رمضان ب10 ايام، يعني انا جايبه الطماطم كل والخضار بتاعي من قبل رمضان ب10 ايام. نزلت تخاطيف كده، جبت كيلو خيار، جبت فلفل كده، بس ما جبتش بقى طماطم ولا بطاطس ولا اي حاجه. عندي اللهم لك الحمد بطاطس، كميه بطاطس كبيره اللهم لك الحمد. كنت شايلاها من قبل رمضان، بخزنها بقى بطريقه النشا والحاجات دي. بس ما كانش عندي بقى طماطم حلوه كده لحته جبنه اعمل منها سلطه، احط منها جنب اكله كده. فقلت لا، ما بديهاش. نزلت لقيت الطماطم ب7 جنيه زي ما انتم شايفين كده، شكلها جميله ما شاء الله. اللي هي البلح الحلوه دي. وجامده، انا جبت جامده حمرا وجامده. بصوا، هي في نفس الوقت حمرا اهي بس جامده، مش طريه بتاعه الطبيخ. انا عندي اللهم لك الحمد في الفريزر كميه تسبيكه، لا يعني ربنا يبارك فيها، يطرح فيها البركه كتير. المهم جبت دول عاملين كام. انا بص، انا بعبي وهي بتوزن لي، الست بتاعه الخضار بتوزن لي على قد ما الميزان يكتب السعر. فدول عملوا هقول لكم، هما الفلفل عمل 12 13 جنيه، ودول بقيه ال 30 عملوا 18 16 جنيه، عملوا 16 جنيه لان هي ادتني 2 جنيه من ال 30. دول حبه دول عملوا 16 جنيه. تمام. شوفوا بقى يطلعوا كام، يعني يطلعوا مثلا 2 كيلو وفوقهم حاجه بسيطه، لان الكيلو زي ما قلت لكم ب7 جنيه. لقيت الفلفل ده بحبه، بحب ريحته، له ريحه اقوى من الفلفل التاني. بصوا تلاقيني جايبه كميه قليله، وده ليه؟ لاني عندي في التلاجة كام واحده من ده لسه، كام قرن فلفل. يعني دول الكيلو منه ب25 جنيه. تمام. في الاول كنا زمان بنجيب الفلفل ده على الفلفل التاني ده، الاتنين بيتباعوا مع بعض بنفس السعر. لا، لقيت النهارده ده ب25 جنيه. انا مش رحت سوق، انا جايبه من بتاعه خضار جنب العماره عندي. دول اتعملوا، انا بصوا برضو خدت كام واحده على قد ما انا محتاجه. ودي الميزه اللي عندها بقى، ان شاء الله تاخدي ليمونتين، يعني ان شاء الله تعملي طبق سلطه، يعني تاخدي طماطميتين وخيارايه وقرن فلفل وليمونه، وهي تحسب لك ده كله يعمل كام كده. فاهمين انتوا قصدي؟ فدي الميزه اللي عندها. المهم انا خدت دول بس ال5 قرون، لا 6 دول. دول عملوا 6 جنيه ونص. الكيلو عامل 25 جنيه. انا مش محتاجه لا كيلوهات ولا اي حاجه، انا محتاجه كمال على اللي عندي. وجبت بقى حبة الفلفل اللي هو اللي احنا بنقول عليه فلفل كوبي، صح؟ فلفل رومي، مش عارفة بتقال عليه ايه صراحة. هم برضو طلعوا، خدت 6 وحدات برضو على قد ما انا محتاجة. الكيلو منه ب30 جنيه، ودول برضو عملوا 6 جنيه ونص. ده الكيلو ب25، دول عملوا 6 ونص، وده الكيلو ب30 ودول عملوا 6 ونص. ده أتقل، ده أتقل من ده خفيف. تمام. فجبت دول. جبت ايه كمان بقى؟ وانا ماشيه لقيت واحد حاطط جلاش وكنافه اللي هو الحاجات اللي بتتعمل في وقتها الصبحه دي. بصوا دي مش شركات ولا اسامي ولا حاجه، ده لسه معمول. هو بيعمل كنافه وقطايف وجلاش وسمبوسه. ده لقيت بقى مكان قريب مني اهو، لان انا كنت بروح اجيب الحاجات دي من مكان بعيد. قلت لكم قبل كده قبل رمضان رحت جبت شويه حاجات جلاش وسمبوسه وكده، لان المكان بعيد. فلما لقيت الراجل ده بيعمل نفس اللي انا بجيب من المكان اللي بجيب منه، جبت من عنده نفس السعر. اللفه عامله 20 جنيه، مش عارفه ايه اللي واقع ده. اللفه عامله 20 جنيه، فجبت لفه. اللفه تقريبا نص كيلو، مش مكتوب عليها وزن ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. طب وجبت بقى كمان جبت 3 بس مايونيز. مع الاسف ما لقيتش غير هاينز. فصراحه ما رضيتش ان انا ادفع 35 جنيه في كيس هاينز مقاطعه وارجع بعد كده ضميري يأنبني بقى واتضايق وكده. فجبت ما لقيتش اي نوع كاتشب، مش كاتشب، مايونيز حواليا غير هاينز مع الاسف والله العظيم. فقلت انا محتاجاه ضروري. فجبت 3 اكياس بس، الكيس عامل 3 جنيه. تمام. حلو. جبت ايه كمان؟ جبت بقى، بس لسه مفضياه، كنت بدقدقه كده. جبت ب10 جنيه سوداني بس مجروش، بس هو كان كبير شويه، فانا مسكته حطيته في العلبه دي. حطيت عليه كيسه وقعدت دقدقته كده بازازه ازاز ولا حاجه، او ايد دهون او كده، عشان يتفرفت شويه. تمام. عشان عايزه اعمل بيه مع الجلاش ده حلو. انا مش هعمل الجلاش ده اكل، انا هعمله حلو.
بس حبيت اوريكم بس شويه الحاجات قبل ما نبتدي اقول لكم هنعمل ايه. هنعمل النهارده العيش السوري، مفيش اسهل منه ولا يعني ايه توفير بقى عن بره. بصوا هعمل ايه. حطيت نص كيلو دقيق، هحط عليه معلقه صغيره مليانه يعني سكر، ورشه ملح بسيطه خالص على جنب كده، واقلب كله مع بعضه. ويبقى فاضل عندي في المقادير 4 معالق زيت، 4 معالق من اللي احنا بناكل بيهم دول. تمام. بصوا بقى، لا فيها زبده ولا فيها سمنه ولا فيها لبن ولا فيها زبادي والله، وكان طعمها ولا احلى ولا اروع. عجبتني قوي. العيش كان طري، كان عامل زي الرقاق الطري كده، حلو قوي. بس الرقاق الطري بنعجنه بلبن رايب، ده لا، ده عجناه بميه عادي. فهو زي ما انتم شايفين اهو، نزلت عليه 4 معالق الزيت. هحطهم بس يختلطوا مع بعض كده في العجان، يلفوا لفتين كده مع بعض. وبعدين احط انزل الميه بتاعتي حبه حبه على حسب ما العجينه بتاعتي تلم. العجينه بتاعتي بتكون طريه، مش بتكون قاسيه زي العجان بتاع العيش العادي. بتكون طريه وبتلزق حاجه بسيطه. خلاص. احنا طبعا مش هنخمرها ولا اي حاجه، هي ما فيهاش خميره، احنا نسيبها ترتاح بس. يعني عادي في المطبخ هنا، في المطبخ. وبعدين بقى شويه ونرجع نشكلها. هعمل النهارده زي ما قلت لكم بقى ايه، هعمل لهم اكل الشارع اللي هم بيحبوه، واكل المطاعم. يعني ايه ده، دقيق من ايدي في البيت. تمام. فانا عملت العيش السوري معاكم. طيب هعمل ايه بقى كمان مع العيش السوري؟ اشهر حاجه معاه هي الشاورما طبعا. ف هعمل شاورما. هاخد الميه بتاع الزبادي دي، ومش هاخد علبه الزبادي كلها ولا حاجه. هاخد منها ايه، معلقتين كبار. تمام كده. بس كده بس كده. احط عليها ايه بقى، احط عليها ملح. انا اصلا البانيه كان عندي في الفريزر. كنت حاطاه متبل ببصل، بصل مفروم وطماطم وملح وفلفل بس. فهطلعه بقى ايه، انا بعمله كده وبشيله في الفريزر بس عشان يبقى واخد من طعم الحاجات دي، فيبقى طعمه حلو. حطيت ايه دلوقتي، حطيت معلقه كبيره دي بهارات فراخ بالزعتر كده، روعه روعه، بعشقها، حلوه قوي. وحطيت كمان ملح معاكم، وحطيت كمان اكيد فلفل اسمر برضو معلقه كبيره كده حلوه. وهحط كمان ايه، هحط البابريكا. انا بحب لون البابريكا قوي مع الشاورما. هحط معلقه برضو كبيره كده ايه، مليانه محترمه من البابريكا. مش هحط شطه، ومش هحط بصل بودر ولا توم بودر ولا الحاجات دي، لاني بقول لكم انا متبله اصلا البانيه ده ومحطوط في الفريزر فيه بصل، فهو شارب وشبعان من طعم البصل. فمش هحط له بصل. هجيب بس معلقه زيت ومعلقه خل بس كده وبس كده. خلاص، دي تتبيله الشاورما. انا هتبل البانيه وهو بانيه صحيح زي ما هو، يعني انا لسه مقطعتهوش وخد شكل الشاورما. علشان خاطر زي ما قلت لكم انا كنت شايلاه في الفريزر كده اصلا. بس لما ياخد من التتبيله بقى وياخد من طعمه كده اقطعه قبل ما استعمله، يعني عادي مش هوقف نفسي. انا بصراحه لو انا اعرف من بالليل او جه في بالي انا هعمل اكل ايه، كنت طلعت البانيه من بالليل في التلاجة من تحت. فانا هحطه بس كده ياخد من طعم التتبيله احسن ما يتبلش خالص، صح كده. حطه بس كده تبقى التتبيله فوق وتحته، هو هيفك وهيتشرب منها وهيبقى زي العسل. شايفين لون التتبيله من غير ما نحط كاتشب ولا نحط صلصه ولا اي حاجه. هسيبه بقى، والعيش كمان عجناه وسيبناه العجينه ترتاح شويه، وبعدين ايه نشوف هنكمل الدنيا نعمل فيها ايه. العجينه ارتاحت وكورتها كده زي ما انتم شايفين، وهشكلها على شكل الارغفه. انا بصوا هنا مجريه لكم الفيديو، مش جايبه لكم بالتفصيل قوي العيش لاني نزلته لكم في فيديو لوحده. فعلشان الفيديو ما يطولش قوي وكده كده انا منزله لكم طريقته لوحدها للي حابب يشوف طريقته بس. فنزلت لكم الجزء ده منه بس. بعد كده اوريكم كمان انا بسويه ازاي على السريع، وبعدين نبتدي بقى نعمل السندوتشات بتاعنا القمر بالعيش القمر ده. اولاد الشاورما تبلتها زي ما هي، بس انا كل اللي عملته ان انا مسكتها قطعتها، مش عايزه امسكها بقى بايدي عشان غسلت ايدي خلاص. مسكتها قطعتها شرايح زي ما بنقطع الشاورما. قطعت بقى بصلتين او بصله كبيره، طماطميتين، 2 فلفل وواحد حار، وعندي كمان فلفل الوان مطلعاه من الفريزر. ويلا نعمل الشاورما بقى عشان نخلص الفطار بتاعنا. يلا بينا. ووك اهوت على النار، سبته سخن، انزل فيه زيت بس كده يسخن بس. وبعدين انزل اول حاجه انزلها الشاورما علشان انا عايزه الفراخ تاخد صدمه. بفكر كده احط ايه مع شفتوا اللي حصل. ما علينا. بفكر احط مع الزيت دوت معلقه صغنطوطه كده ايه، سمنه بلدي، يعني ايه تخلي طعم الفراخ غني كده.
اهو معلقه صغننه خالص اهي، كترتش ولا حاجه. انا حاطه كميه زيت يعني قد 4 معالق كبار كده، لان انا عندي كميه البانيه دي كبيره. اللي هو الشاورما نفسها يعني دي كتير، دي ازيد من نص كيلو. انا طبعا مش عاملاها كلها النهارده على الفطار، بس انا عملتها بما اني طلعتها فكت من الفريزر، ما كانش ينفع ادخلها تاني من غير ما استعملها. فانا هعملها شاورما، والجزء اللي هيفضل هشيله شاورما، نحشي بقى سمبوسك بيه، يعني كملوا بيه اكل، اعمل جنبه شويه، اعمله على شويه مكرونه، يعني زي ما هتيجي بقى فكرته. خلاص الزيت سخن، هنزل فيه بصوا الشاورما بكل تتبيلتها، هفردها بس مش هروح ناحيتها. بصوا انا هفردها سيبها تاخد، لما احس ان الفراخ خدت لون من تحت كده، ودي اتبهدلت من المعلقه لما وقعت في الزيت. اما بحس ان هي خدت لون من تحت كده، اتفتحت لون الفراخ اتفتح، فاروح مقلباها. تمام خلاص استوت اهي. بصوا انا ما بحبش اصلا احط البصل والحاجات دي من بدري، عشان بحب القرشه اللي في البصل. تمام هنزل بقى البصل اهو، كله ينزل ورا بعضه كده، ايه يعني ما بين كل واحده حاجه والثانيه تقلبتين. البصل رشيت عليه رشه ملح على فكره، لانه اتساب شويه، فما ينفعش يتساب كده من غير ما يترش عليه ملح ولا حاجه. ممكن تقطعيه جوانح، بس انا يعني عيالي مش بيحبوا يحسوا بطعم البصل قوي، فبحاول على قد ما اقدر ايه يعني ان انا يتدارى كده في الاكل. فكل ما كنت قطعته اصغر كل ما هيتوه اكتر، بس طبعا ما نعمتوش عن كده، يعني ما فرمتهوش مثلا بالكبه ولا مبشره ولا حاجه، قطعته كريهات كده، ايه يعني وسط. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، لونها جميل. انا مش بحب لونها يعني يكون محمر قوي عن كده، بس يعني انا عشان ولادي من عشاق الكاتشب، فانا هضطر اسفه ان انا احط لها معلقتين كاتشب. بصوا تقلبتين زي ما قلت لكم، نزلوا الطماطم. تمام كده، تمام كده، تقلبتين كمان. بصوا احنا مملحين، حاطين البهارات وحاطين كل حاجه في التتبيله بتاع الشاورما، بس لازم املح عشان الخضار اللي اتحط ده. انا هحط ملح بس كده علشان خاطر ايه احيق الخضار، يعني الخضار يبقى مش يبقى ماسخ، يبقى له طعم. خلي بالكم. تمام انزل ايه كمان دلوقتي، هنحط اهو معلقتين كاتشب، انا حطيت معلقه بارد وهنحط معلقه حار، بس معلقه كبيره. تمام كده. خلاص كده، خلاص كده، اخر حاجه بنزلها طبعا الفلفل الاخضر حامي بقى والبارد، بس كده اهو. خلاويص خلاص خلصنا، مش عارفه بيقولوا ايه. ويبقى كده خلاص اكلتنا خلصت. قلنا ان احنا هنحط ملح، شوف انا قلت بس ما حطيتش الملح ده ايه، عشان يعني الخضار بتاعي يبقى متطعم. لا هو انت بقى الجمال، بصوا الحلاوه. شاورما وخلصنا العيش، وحضرت هنا جنبي المايونيز اللي انا جايباه والكاتشب والجبن. مش حابه تحطي جبن على الشاورما ما تحطيش، بس انا ولادي كانوا عايزينها بجبن، هما بيحبوا طعم الجبن. بصوا العيش رقيق ولا زال كان طري. انا كنت عامله العيش على فكره في بدايه اليوم، على ما عملت بقى الشاورما وقرب ميعاد الفطار ابتديت اعمل السندوتشات كده، اطبقها على بعضها، اكله سهله وسريعه ما خدتش مننا وقت. واللي كمان الشاورما يعني بربع كيلو بس بانيه ممكن تعملي كميه محترمه، تعملي كميه محترمه من السندوتشات دي. فيبقى كمان اكله تعتبر اقتصاديه، بما ان حتى الاكل الشعبي بقى مش اقتصادي، دي اكله اسمها الكل بيحبها ما بيختلفش عليها اتنين. وكمان يعني عملنا من ربع كيلو بانيه تعملي كميه محترمه. انا مش عامله ربع صراحه، انا عامله ازيد من نص، بس انا ما عملتوش كله زي ما قلت لكم. انا عملت الفطار يومها، وفضل حبه بنتي عملتهم على مكرونه تاني يوم. تمام كده زي ما انتم شايفين بقى، بحط مايونيز واحط كاتشب، وبعدين احط اسمها ايه الشاورما، وبعدين احط رشه بس من اللي هي الميكس الثلاثي ده. مش حابه تحطي جبنه يعني تتجنبي الخطوه دي خالص. تمام مش لازم، مش ضروري يعني، بس هي بتدي صراحه طعم حلو. هعمل بقى السندوتشات، وبعدين اكون سخنت الطاسه كمان. بصوا بقول لكم ان فضل معايا 2 رغيفين، وفضل معايا كمان حته من الشاورما. انا عملت اللهم بارك بزياده، قلت ياكلوا ويشبعوا بزياده، لان مفيش حاجه تانية جنبه غير بطاطس مقليه.
وطبق السلطه اللي احنا عملناه في الاول اهو. كان خلاص المغرب يعني ادن فعلا. بس احنا بقى مش بنفطر غير لما زوجي وابني بيصلوا في المسجد. فقلت على ما يطلعوا الصلاه تخلص هيكونوا هم سخنوا، عشان ما اعملش الحركه دي من بدري واجي اسخنهم تاني فيشدوا. فاهمين؟ سخنت طاسه الكريب وحطيتهم عليها، وحطيت فوقهم تقل حله تقيله او حاجه، وطلعوا بقى بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت مخلل مشكل، طبق السلطه، وحطينا تمر هندي وبطاطس محمره، وفطار سريع ولذيذ وخفيف، والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. ما تنسونيش في لايك. مع السلامه.